Ребята, смотрите сюда. аккуратно. اهلا بيكم يا جماعه من عاصمه الاسلحه الروسيه، من عاصمه السمافار، من عاصمه كعك البريانكي، من مدينه طوله. ولو انت اول مره تتفرج عليا يا ريت تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ويلا بينا دلوقتي نبتدي رحلتنا. مدينة طولة من أقدم المدن في روسيا، أقدم كمان من مدينة موسكو بسنة واحدة. طولة هي المدينة اللي أهدت العالم الكاتب العظيم تولستوي. هنا كتب تولستوي روايته الشهيرة الحرب والسلام. أهم المعالم في المدينة هو كريملين طولة، وزي ما احنا عارفين إن الكريملين يعني القلعة أو الحصن، واتبنى الحصن ده علشان يحمي مدينة موسكو من غزوات التتار. جوه الكريملين هتلاقي كاتدرائية الصعود الجميلة، ودي كاتدرائية قديمة من أواخر القرن ال15. احنا من مدينة الأسلحة، من مدينة السمافار، احنا في مدينة طولة يا جماعة. هورا! مدينة طولة مركز رئيسي لتصنيع الأسلحة، لأن أول مصنع للأسلحة في روسيا اتبنى هنا، وبقى اسمه مصنع طولة للأسلحة، ومازال موجود وشغال لحد دلوقتي. والمدينة مرتبطة بغلاية الشاي الروسي الشهير السمافار، لأن المدينة دي كانت مركز رئيسي لإنتاج السمافار الروسي. وفي مثل بيتقال هنا زي المثل المصري: ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. وهنا بيتقال ما تروحش مدينة طولة وانت معاك ترمس الشاي، لأن المدينة هناك فيها غلايات الشاي في كل حتة. المدينة جميلة قوي، مش عارف ليه واحنا ماشيين طلبت معايا أنا وصديقتي التونسية نغني أغنية سهر الليالي لفيروز. كأننا تحون على نبع المي عند منزحات مزروعة طريق شديدة حل الحي أنفه سهرية يبقوا الناس فيها الساحة سمعوا الكاس يا عربية رايحين جايين على طول الطريق بيقولوا إن مدينة طولة مدينة هتسيب معاك طعم جميل حتى بعد ما تسيبها. ده لأن المدينة مشهورة بالكعك البريانكي، وده عبارة عن كعك من الدقيق والبيض والعسل محشي مربى بنكهات مختلفة. ودي مش مجرد كعكة، دي تحفة فنية حقيقي بجد. هتلاقي عليها صور معالم مدينة طولة، وكمان روسيا ممكن تلاقي عليها أسامي أصحابك. الجالية المصرية في مدينة ليبسك، بس رحنا مدينة طولة. المشرفة بتاعت الرحلة بتزعلنا، فهنقفل دلوقتي ونطلع كمان شوية. بالليل بقى رحنا مهرجان للطلاب الأجانب في روسيا، وكان فيه عروض جميلة جدا. بس أهم حاجة كسرت الدنيا هناك هي أغنية حبيبي يا نور العين لعمرو دياب. حرفيا كل الجنسيات كانت بتهيص وبترقص. حبيبي حبيبي يا نور العين
الطبيعة هنا جميلة قوي، ولو انت مهتم بالطبيعة أو بالأسلحة أو بالكعك والحلويات أو الشاي الروسي، فمدينة طولة هتكون مناسبة جدا ليك. يا سينما. شوف. ومن هنا نكون وصلنا لنهاية رحلتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة.